السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مطبخ ام اسلام. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. تعملي ايه يا ام اسلام؟ النهارده معانا 2 كيلو دقيق. نفسي بقى جات لي كده الروايح الخبيث يا حبايب قلب ام اسلام، على انه ام اسلام المفروض والله بتاخر عليكم في الحاجات المعجنات دي، عشان انا بتوجازي عيان خالص. الباب مكسور ومكسر، فالحمد لله ربنا يفرجها ونصلحها او نجيب حق غيره. نبدا كده بذكر الله كده. انا بذكر الله تطمئن القلوب. معانا 2 كيلو دقيق ندخلهم كده في المدخل المقطط الصغنن ده. الصلاة على النبي. قلت يلا بقى اتلس اعمل اقعد امسك في الباب. المهم ان انا نفسي اكل بقى ايه، بقالي كتير ما اكلتش قرص، فقلت عايزه اعمل ايه رصتين فلاحي كده يسهلوا بقكم يا حباب قلب ام اسلام. كل ما تنخلي دقيق يديك حلاوه ويديكي طراوه، بيبقى جميل وهش وجميل. انخلي دقيق ودلعيه. شوف الدقيق ابيض زي قلوبكم البيضه يا حبايب قلب ام اسلام. نذكر الله كده ونصلي على الرسول وندعي لكل المستضعفين، اخواتنا المستضعفين ربنا ينصرهم، ونصر يتعجبوا اهل الارض واهل السماء. وانصرهم نصر يتعجبوا اهل الارض واهل السماء يا حبايبي. واشفوا مرضاهم ويرحم شهدهم بحق حبيبك النبي. ادي الدقيق اهوت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادي الدقيق اهو يا حبايبي، ندخله 2 كيلو دقيق يا حبايب قلب ام اسلام. دخلنا دقيقنا. الصلاة على النبي. يا بركة ربنا فوق كل شيء. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتني من الفيديو اللي فات يا حبايب قلب ام اسلام. شوية ملح. ركزوا معايا عشان خالتكم ام اسلام بتنسى حاجات، والله العظيم بتنسى حاجات. باكت خميرة. باكت 1 كيلو عليه، لا كده حلو، انا بحبش خميرة كتير في المعجنات. وادي باكم باودر يا حبايب قلبي، بيكنج باودر اهو. خلاص بقى يا مسام، شوفناه فضي، يلا يا مسام خلصينا. الصلاة على النبي. دول 2 كيلو. المفروض انا بحط على الكيلو كوبايه ونص. ادي كوبايه، ادي 2. دي سمنه انا مسيحاها بالزيت يا حبايب قلبي. دي سمنه انا مسيحاها يا حبايب قلب ام اسلام، مدفياها كده ففكت كلها. ادي 3. الصلاة على النبي. دي زبده صفرا، يا على الريحه بتاعتها جباره. نيوزيلندي الاصل يا حبايب قلب ام اسلام. ففض حطيت كده نص كوبايه كده 3 ونص، ففاضل بتاع نص كوبايه تاني. خلاص راح يبص اسلام قال لي لا فضيها حطها يا ابني كفايه. قال لي لا. يبقى انا كده حطيت على الكيلو ايه؟ كوبايتين يا حبايب قلبي. كوبايتين اهو. يعني هو المفروض انا بحط على الكيلو كوبايه ونص، بس انا حطيت 3 ونص. واسلام قال لي يلا بالمره. قلت له يا ابني، قال لي يلا خليها دلعيها يا ماما. يبقى احنا حطينا ايه؟ وده لبن رايب. الصلاه على النبي، اللهم صل عليك يا نبي. الصلاة على النبي. ما قلتلناش يا ام اسلام اللبن رايب ده 4 كوبايات يا حبايب قلب ام اسلام. 4 كوبايات لبن رايب. انا مع الريام، انا معايراهم. هتقولي انت ما حطيتيش سكر يا ام اسلام. بصوا يا حبايبي، كل كيلو عليه 4 معالق سكر، فانا عشان السكر دوبته مع الايه، مع اللبن الرايب يا حبايب قلبي. المفروض كان بيصور ما صورش، والله انا اسفه ليكم حبايب قلبي. فانا كل كيلو عليه 4 معالق سكر حسب الرغبه. تقللي كتري ده براحتك، عايزه تزودي براحتك 5 معالق. دي حاجه حريه ليكي، انت بتحبي القرصه مسكره او ولا مظبوطه. فانا حطيت 8 معالق سكر في اللبن الرايب ودوبتهم يا حبايب قلبي، عشان انا حطيت الحاجه كله على الناشف. فايه عشان الرز ما ايه، دوبت انا مع الايه نقلب العجين بتاعنا اهو. الصلاه على النبي. نقومي بقى كده اعملي بقى ايه، اعملي كيلو، اعملي نص النبي. لو هتعملي نص وتجربي فيه، والله بيبقى قد كده، النص قد كده. شوفي الحاجه بكام في الفران وبهولندي، ويقطع النفس على ايه، على ايه. حتى لو عاملاه في البيت بسمنه نباتين، على الاقل انت جايبه سمنه نباتين من النضيفه الحلوه، مش اللي كلها من رخيصه الشحوم دي. قومي شطري كده يلا، واعملي قرصتين فلاحي لطنط واسلام زيها كده. وقومي اعملي، ما تعجنيش، تفتحي كده. بصي تفتحي وتلمي من بعضيه كده اهو. تفتحي كده يا حبايبي، تلمي وتفتحي مع بعضيه كده، تفتحي العجين كده من بعضيه كده. الصلاه على النبي. بركه ربنا فوق كل شيء. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. الصلاه على النبي. كده يعتبر ايه؟ يعتبر خد 4 كوبايات ونص، مش كل دقيق زي بعض، او 5 كوبايات.
يعتبر كده 4، اللهم صل على النبي، 4 لبن رايب، ويعتبر كوباية مية حطيناه يبقى 5 كوبايات أو 4 ونص، والله ما فاكرة يا حبايب قلبي. هتقولي مش فاكرة، اعتبروهم 5 كوبايتين ونص حبايب قلبي. مش كل الدقيق زي بعضه، خلي بالكم، في دقيق ياخد كوبايتين، في دقيق ياخد 3، مش كل الدقيق حسب العجين. على فكرة العجين ملوش مقدار، حسب انت ما بتحطي العجين بتاعك، ملوش أي عجين ملوش مقدار. ليه؟ الدقيق ده مش زي الدقيق ده، ولا الدقيق ده زي الدقيق ده، ممكن ده ياخد اكتر ده ياخد اقل. فالعجين بالذات ملوش مقدار يا حبايب قلب ام اسلام. الصلاة على النبي، بركة ربنا فوق كل شيء يا حبايب قلبي. فتحي كده واعجني عجينتك، واعجنيها بذمة. كل ما تعجنيها تديكي طلاوة، تديكي جمال، وتخليكي كده العجينة هايشة وجميلة. بركة ربنا فوق كل شيء. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي تملي بيتك خير وبركة. قومي كده اعملي نص كيلو يا بنتي، ومش عارفة تعملي نص كيلو، بصي على مسامع اعملي المقادير كده. تقومي ما شاء الله حاطة نص كيلو، حاطة كوباية لبن وسيبيها تروبي، او ما عندكيش لبن رايب، او هاتي كوباية زبادي واضربيها بشوية لبن، يبقى عملنا لبن رايب. ها، الصلاة على النبي. نص كيلو الدقيق هتحط عليه كوبايه الا ربع سمنه حبايب قلب ام اسلام، وتحط عليه ايه، معلقه صغيره خميره، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. بص العجينه عامله ازاي، بوريها لكم، بصوا ملبن ملبن ملبن. بس والله يا خالتكم ام اسلام ايديها وجعاها حبايب قلب ام اسلام، ايديها وجعاها يا حبايبي، فبتشيل العجينه بالعافيه والله، وعجنتهم بالعافيه والله. بس بموت في العجين، بموت في العجين. نفسي ربنا يوسعها عليا واشتري فرن صغنن كده، واعمل كل حاجه في البيت، والله ما اجيب حاجه من بره. اجيب دقيق واعجن عيش واعمل كل حاجه من البيت بركه. البيت بيبقى جميل قوي لما يبقى فيه ريحه المعجنات يا حبيبي، مليان خير كده، خير كده والله يا حبايب قلبي. بصوا العجينه ملبن ازاي، الصلاه، بصوا بوريكم ملبن ملبن كده كده. نسيبها بقى ترتاح وتتخمر كده يا حبيبي، مش هخمرها قوي، نغطيها بكيس نايلون كده او بستريتش اهو. بس ايه، نبلها زيت من على الوش عشان ما تلزقش يا حبايب قلب ام اسلام. ايه رايكم؟ الصلاه على النبي، بركه ربنا فوق كل شيء. اللي ما حطش لايك تحط اللايك تانتي ام اسلام، واللي ما اشتركش في القناه يخش يشترك، ياخد فكره ويشترك حبايب قلب ام اسلام. بالله عليكم تشيروا لبعضيكم، بالله عليكم حبايب قلبي بيتفرجوا بينسوا يحطوا له اللايك. بالله عليكم اللي يتفرج على ان عجبك حط لي لايك، يا سيدي ما عجبكش ما تحطليش لايك، انا ما بغصبش عليكم، بس ما تتفرجوش على الفيديو ولو عجبكم وتنسوا تحطوا له اللايك، عشان اللايك والله هو اللي بيرفع القناه يا حبايب قلبي. عايزه القناه تطلع للنور يا حبايب قلب ام اسلام. ربنا يبارك لي فيكم ويخليكم ليا، ابني واختي واخويا وامي، ربنا يبارك لي فيكم ويوسع رزقكم ويهدي لكم البال بروقان البال. اهم حاجه ربنا يروق بالكم، ربنا يسترها معاكم دنيا واخره، ربنا يوعدكم ويوعدنا بزار سيدنا النبي، ويفرح قلوبكم باولادكم ويخليهم لكم. واللي نفسه عنده ولد ونفسه يتجوز ربنا يوسعها عليه ويجوزه، واللي عنده بنت ونفسه ربنا يوسعها عليه ربنا يوسعها عليه ويفرحوا بيها ويشوف احفادهم يا حبايب قلب ام اسلام. قبل كل شيء ربنا يفديكم وربنا يشفيكم ويحوش عنكم كل شر وكل مكروه ويسترها معاكم دنيا واخره يا حبايب قلب ام اسلام. ربنا يبارك لي فيكم، ربنا يوسع رزقكم والله يا حبايبي. انا بص انا هقول لكم على حاجه عشان برضه تقولوا في التعليقات يوم متضايقين بلاش. انا ابني بيقول لي بطلي يا ماما تتكلمي وتدعي لنا، قلت له يا ابني انا والله والله يا حبايب قلبي، انا لو حد سلم عليا في الشارع بدعي له، لو جاري قال لي صباح الخير بقول له صباح الخير وانا بدعي له. انا طبعي كده، لو انتم متضايقين من الدعاء عليكم اكتبوا لي في التعليقات قولوا لي يا ام اسلام ما تتكلميش كتير، والله ما هتكلم. ربنا يرضيكم ويخليكم ليا حبايب قلب ام اسلام، اخوات ام اسلام، بنت ام اسلام، ابن ام اسلام، حبايب قلب ام اسلام كلكم، ربنا يبارك لي فيكم. بقرص اهو، قرصتها زي ما قلت لكم، تعمليها كبيره صغيره براحتك كده، انا عاملاها ولا كبيره ولا وسط يا حبايب قلبي، ولا ميزان وزنت بتاع ايدك ميزان، بس احنا ناس بتقعد زمان ايدك ميزان يا حبايب قلبي. بصوا العجينه عامله ازاي، بصوا بتتفرد ازاي، بص والله ما خدوا ال 2 كيلو ما خدوا ثانيه، بس البوتاجاز كبرني عندي معوق وعايز يروح للدكتور، هو اللي طرشني الدم. لكن والله العظيم يا بوتاجاز الجميل ما ياخده في ايدك ساعه. الصلاه على النبي، تشغلي فرنك ما تشغليش من فوق، شغلي فرنك يسخن قوي وحطي احمرت من تحت والشوايه بتاعتك حلت، تقوم مولعه الشوايه وتهديها، تبص تلاقي القرصه خدت ايه الحمار وطلعيها جميله كده ملبن. حبايب قلب ام اسلام ربنا يوسعها عليا ويوسعها عليكم، وكل نفسه حاجه ربنا يديها له يا رب. انا نفسي كده ربنا يوسع رزقنا كده وغير البوتاجاز الغلبان بتاعي ده، ربنا يوسعها علينا وعليكم، واجيب بوتاجاز بقى واتدلع براحتي، او اجيب حته فرن صغنن كده، بس ما عنديش مكان والله، مكان صغنن خلوص خالص. انا حتى المطبخ بتاعي صغنن ما بعرفش اصور لكم زي الناس والله يا حبايب قلبي. ايه رايكم بقى؟ بصوا الصلاه على النبي، بصي العجينه دايبه ديوبان جميله جميله جميله.
بصوا بتتفرد والله ايديها وجعاني ما تعبتنيش في الفرد. ليه؟ لانها هي دايبه ذوبان كده، العجينه جميله. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. يا عسل يا عسل يا بارك الله، ده ما شاء الله. قومي يا اختي اعملي نص كيلو لعيالك بدل ما يفطروا الصبح بكوبايه شاي بلبن ويفطروا، وانت تقومي وانت قاعده بالليل وزهقانه ومش قادره تاكلي، هتاكلي بكوبايه شاي، والنبي كوبايه شاي ساده، انا بحب الشاي الساده، وتاكليها كده هتعشي وتبقى حشوه خفيفه. تقعدي بقى في البلكونه، انا عندي البلكونه طراوه قوي، احلى حاجه عندي في الشقه البلكونه. تقعدي بقى في البلكونه وعندك بلكونه بقى على الشارع كده طراوه، تقعدي وتعملي كوبايه الشاي. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي، والنبي عسل عسل، ساقك عسل يا ام اسلام اهو، مرينا خير وبركه اهو يا حبايب قلب ام اسلام. وريتهولكوا اهوت، غرستوا معلش في حاجات بتيجي بالسخونيه ما بتخليش التليفون يعني بيتصور حاجه طلعناها، ما هم الصلاه على النبي. بص انا مش انا هعملها ايه، ابو اسلام بيحبها فاتحه وانا بحبها ازعله، والنبي ما ازعله ابدا. طلعتها كده كده، ولا حمرا قوي ولا مستويه قوي، هو عايزها كده، وانا لا بحبها محمره قوي، فهسوي كده وكده يا حبايب قلبي. معلش ما جبتلكمش الصاجات كلها مره واحده، لان انا كنت بعمل في صاج واحد، في صاج واحد يا حبايب قلب ام اسلام. الصاج يطلع اقوم مطلعاه ورصه غيره يا حبايب قلبي، معلش ما هو الصاج واحد. بص ده بقى القرص بتاعتي انا اهي بقى، بوريها لكم. انا بقى ايه، سبتها تتحمر شويه عشان انا بحبها مستويه كده، يبقى عملت لابو اسلام الفاتح وعملت المتحمره. انا بحب الحاجه العيش متحمر، القرص متحمره. ادي يا حبايب قلب ام اسلام اهي، دي بقى انا مسويها ليه، بحبها محمره كده. هو بيحبهاش متحمره، هو براحته، كل اللي عايز حاجه نريح قلوبنا. عيلك بيحبها فاتحه نعملها له فاتحه، جوزك بيحبها مستويه نعملها له مستويه. الصلاه على النبي، بركه ربنا فوق كل شيء، مارينا الخير وبركه. بص ال 2 كيلو ادونا قد ايه، دي القرص بتاعت ام اسلام الحمراء، النبي عسل يا ام اسلام. وادي القرص بتاعت ابو سامي الفاتحه. بصوا القرصه، بص تبارك الله ما شاء الله. بصوا الملبن، بصوا الملبن. الصلاه على النبي حبايب قلب ام اسلام.